كان اول نهار عندي في السكن الجامعي، وبحكم ما كنعرف حتى شي واحد وما عنديش الصحاب، كنت بوحدي ومحتاره وما عارفه لا فين نمشي لا شنو ندير. كنت تلفه وواقفه بواحد البلاصه اللي ساكته وما فيها حتى شي واحد، وبطريقه اللي كتخلع، يعني واحد السكوت اللي كيخلع. كنت واقفه في بلاصتي كنحاول نتحرك، ولكن حاسه بواحد الهاله اللي فحال ما مخليانيش انني نتحرك. وشويه وانا كنحس شي تحطات على كتافي. صراحه تخلعت بزاف، حاولت ما ندورش، عقلي كيقول لي لا ما تدورش. حاولت انه نغوت بداك الخلعه، ولكن حاولت انه نشد راسي، فحاولت ندور وانا كنجبر واحد البنت اللي واقفه. وهاد البنت حتى هي باينه فيها جديده، مدت عليا يدها وبغات تسلم عليا وقالت لي انا حبيبه وانتينا كتفتش على شي حاجه. مع طبيعه الحال ديالي انا انطوائيه وما كنبغيش نهضر مع بزاف ديال الناس، جاوبتها مزروبه. انا صراحه جديده هنايا وما عرفتش فين كاين البيت ديالي. ضحكات وقالت لي تبعني غادي نوريك البيت ديالك، راه البارح قالوا لي اسمك وفين غادي تكون. انا هنا استغربت شي شويه، كيفاش قالوا اسمك وفين نكون؟ ولكن واخا هكاك مشيت موراها وانا في واحد الفرحه اللي غريبه، وكنقول في عقلي اخيرا لقيت شي وحده بعدا تعاوني وما بقاش بوحدي. كانت الدنيا ساكته بزاف وانا اصلا متعوده على السكوت، حيت انا كنت عايشه غير انا وماما. وصلنا للطابق الثاني. الطابق الثاني كان عباره على واحد الممر اللي طويل وفيه بزاف ديال البيبان، وحنا نوقفوا حتى الباب الاولاني. وقالت لي حبيبه هذه هي الغرفه ديالنا اللي غنعيشوا فيها انا وياك. دخلنا عندك الغرفه، الصراحه لقيت غرفه اللي كانت منظمه واللي كانت نقيه. وقالت لي حبيبه انها نظمتها قبل وكانت كتستنى البنت جديده اللي غادي تونسها في هذا البيت، وحتى اللي هي فرحانه بيا بزاف. وان شاء الله انه هاد السنه اللي نعيشوها مع بعضنا تكون مزيانه ونرجعوا اصدقاء. وفرحت بزاف انا وارتحت الهضره ديالها. هي شويه تقول لي يلا نهبطوا باش نوريك الدنيا، فين كناكلوا، فين الحمامات، ونوريك كلشي باش ما تلفشي وتعرف الجميع. نزلت معاها وانا فرحانه، لقيت شي وحده نهضر معاها، بدينا كنمشيو وهي كتوريني كلشي في الجامعه، وكتقول لي هاد البلاصه 11 هاد البلاصه 11. ولكن شي شويه غادي نحس بشي حاجه اللي غريبه. تخيلوا معايا اي وحدين كندوزو قدامهم كيبداو يضحكوا ولا كيشيروا عليا، ولا بعض منهم ملي كيشوفوني كيتراجعوا لوري داكوس حداهم. ما كنفهم حتى شي حاجه. حتى شي شويه غادي ندوزو حتى واحد المجموعه، وواحد الولد فيهم غادي يشير عليا بيدو وغادي يقول لهم هاد البنت هادي وقيله حمقى، اش كدير هنايا؟ انا هنا تحشمت بزاف وما قدرتش نجاوبو، حيت شخصيتي كانت ضعيفه وحشمت بزاف وحنيت راسي. حتى غادي نشوف حبيبه مشات عنده شدته بحوايجو بدات كتغوت عليه، ولكن ما نفهمش شنو كتقولوا هنايا. وداك الولد بدا كيغوت، التلاميذ اللي تما بداو كيتجمعوا عليه. ونشوف حبيبه انها دازت ومشات وانا غادي نتبعها. كملنا الدوره في الجامعه فحال ما وقع حتى شي حاجه. شويه ماما غادي تصيفط ليا ميساج تقول لي بنتي اش كديري، وغادي نقول لها انه انا تلاقيت واحد البنت وبنتها ظريفه في الجامعه وراها تسكن معايا في نفس البيت، وغادي نسرد لك دابا التصويره ديالها. هنا غادي نصور صاحبتي حبيبه ونسرد التصويره ديالها ماما. هنا ماما غادي تسرد لي واحد الميساج اللي ما غاديش نفهمو، وهنا ماما غادي تكتب لي اش هادشي اللي كتصور لي، شنو هادشي؟ وهنا غادي تطفى ليا التليفون وغادي نمشي نفتش على الشارجور. قبل ما نمشي نفتش على الشارجور حبيبه كانت جالسه على الفراش ديالها. شويه ما نمشي نفتش على الشارجور غادي ندور ما نلقاش حبيبه وما غاديش نفهم فين مشات. تخيلوا معايا انه الباب راه ما تفتحاتش، ولكن قلت وقيله انه كنت كنفتش على الشارجور وما حسيتش بها وراها خرجات. غادي نجلس غادي نشارجي التليفون ديالي وغادي يجوز النهار عادي بحال ما كان حتى شي حاجه، حتى غادي يوصل الليل. مي جا الليل كل واحد شبر الفراش ديالو ونعس. هنا انا كنت ناعسه مرتاحه، حتى شي شويه غادي نحس بشي صوت اللي غريب، وصوت ماشي عادي، يعني واحد الصوت بحال ديال واحد الراجل اللي خاشن كيقول عماد عماد. لكن صوت ما كانش جاي من شي بلاصه، كان جاي من اتجاه ديال الفراش ديال حبيبه. هنا كانت حدايا واحد الفيوز، يعني واحد اللامبه، وغادي نشعل داك الضوء. هنا غادي نتصدم، غادي نشوف حبيبه واقفه على الفراش ديالها، وجهها بيض بحال الجثه، الجلد ديالها مشدود على العظم ديالها، عينيها كحلين بحال اللي فيهم الفحم، عندها قرون طالعين بحال شي وحش، فمها مشقوق كامل. تخيلوا معايا من حتى ودنيها وحواجبها ما كاينينش. هنا انا غادي نتصدم وبالرعب غادي نبدا نغوت،
وغادي يطيحوا لي الماء في ركابي. نحاول انه نشبر راسي حيت ما كاين حتى شي واحد في الغرفه، هي انا وياها. ما عارفه شنو غادي يوقع لي الا وغادي نبدا نتسرعد، وشي شويه غادي نشوف حبيبه وهي كتقرب لي وغادي توصل حدا الفراش ديالي وغادي تطلع يدها هيدا وكان الضفر ديالها طوالين بزاف وغادي تبقى تخبش في الوجه ديالها والدمايات كيهودوا من الوجه ديالها. انا هنا نترعب وغادي نخاف بالخلعه ديالي والخوف، وغادي نبدا نغوت حتى غادي تتفضى وغادي نطيح من على الفراش. طحت بحال فقدت الوعي. تخيلوا معايا فقت وما عارفاش راسي فين انا شنو واقع. جبرت راسي في الارض بارده خوفانه كنتسرعد، نط مخلوعه قلبي غادي يخرج من بلاصتو. شفت الباب لقيته مفتوح وكيبان شي ظل كحل، والظل بدا كيتحرك بشويه خارج الباب وانا تبعته وكنشوف بشويه شنو كاين حتى وصل حدا واحد البالكون ووقف. واسمع واحد الصوت اللي مورايا جاي كيقول عماد عماد، وكما قلت لكم صوت رجالي ولا كيخلع. غادي ندور مورايا بشويه غادي نلقى صاحبتي حبيبه ماشيه عند داك الظل وكنسمع داك الصوت عماد عماد. شويه غادي توصل حدا داك الظل وانا كنشوف فيهم. غادي ديك الظل يشبر لها في يده وغادي يزيدوا يقربوا في اتجاه ديك البلكونه وغادي ينقصوا. هنا انا بديت كنغوت بواحد الهستيريه اللي ماشي عاديه. تخيلوا معايا التلاميذ اللي كانوا في ديك الغرف كاملين خرجوا والمديره جات ما عارفه شنو كاين، وانا كنقول ديك المديره حبيبه نقضوها راه نقزات. وهنا المديره حاولت انه تكلميني وهزوني للبيرو ديالها. هنا غادي يعطيوني نشرب ويخليوني نرتاح شي شويه. انا هنا باقي ما مستوعباش شنو واقع. كنقول شفتهم قدامي راه نقصوا ما يمكنش حبيبه ماتت. هنا غادي تقول لي المديره ارتاحي بنتي، راه حبيبه ماتت هادي عام هي وعماد في نفس النهار هذا ديال اليوم. هنا كلشي يبدا يتجمع في الذهن ديالي وغادي نعرف علاش داك الناس كانوا كيضحكوا وكانوا كيشيروا لي انا حبيبه كنت كنشوفها بوحدي هما ما كانوش كيشوفوها، وكانوا كيشوفوني كنهضر بوحدي عليها كانوا كيضحكوا عليا. هنا نسول المديره وانا كنت سرعد نقول لها شنو واقع علاش داروا هكا، وهي تقول لي عماد وحبيبه كانوا مخطوبين وعماد كان مهووس بشي حاجه سميتها حبيبه. كان كيبغيها لواحد الدرجه اللي ماشي عاديه، ولكن كان عنيف بزاف وحبيبه مبقاتش متقبله في حياتها بطريقه العنف ديالو. وهنا غادي يجي واحد شخص اخر اللي يخطب حبيبه وغادي تقبل، وعماد بكثره الهوس ديالو لحبيبه ما غاديش يقدر يتقبل هادشي. وغادي يجي واحد النهار اللي يقول لها حبيبه اجي نوريك واحد الحاجه في هذا البالكو، اجي طلي معايا نوريك. غادي يشبرها من يدها وغادي ينقزوا من تما. ومن داك النهار الروح ديالهم كيرجعوا في نفس التاريخ لاي طالب جديد اللي كيكون في هذه الغرفه هذه. وهنا اتسالى القصه ديالنا. قولوا لي كيف جاتكم هذه القصه، واش تبغوني انني نشارك معكم قصص اكثر بهذا الستيل هذا. تهلاو في راسكم، نشوفكم فيديو جديد، كنبغيكم بزاف، بسلامه.